الاهلي يعلن عن زيه البديل باللون الاسود. قبل اي حاجه اعمل لايك واشتراك وفعل زر الاشعارات. النهارده الاهلي او الاديداس اعلنت عن ان الزي الاهلي التاني هيكون بالشكل دوت. طبعا احنا كنا ورينا قبل كده تسريب للاهلي هيلعب باللون الاسود، لكن ما كانش فيه الخطوط الاحمر اللي بالطول دي. هي تعتبر بس يعني اضافه الخطوط الاحمر اللي بالطول. الالوان مبهجه وحلوه. الاسود يعني مع الاحمر عامل تضاد. كنت يعني انا بحب اللون الاسود يكون الخطوط فيه تبقى بالابيض، لكن الاحمر برضو جميل ومعبر عن هوية الاهلي. هو يعني الخطوط اللي هي اللي بالطول دي جديدة. يعني الاهلي ما بقاله فترة ما لبسهاش. يمكن برضو اديداس كانت عملتها في مرة، بس كانت خطوط لونها اصفر او ذهبي. التصميم كله على بعضيه كويس وجميل جدا. آه، طبعا يعني هي اذواق. ممكن حد كان يقول لا، حابين ان احنا يبقى ما يبقاش فيه الخطوط اللي هي اللي بالطول ديت. او حد يشوف ان الخطوط دي حلوه واضافت اضافه كويسه. لكن عموما الاهلي لما بيلعب بالاسود يعني شياكه. يعني شايف ان اللون البديل بتاعنا التاني هو فعلا لازم يكون الاسود. ما كانش ابدا يبقى الازرق، ولو ان الازرق دوت يعني ليه مباريات حلوه معانا خصوصا قدام الترجي. لكن اجمالا التيشيرت حلوه وتصميمها كويس. الرقبة هنا مختلفة، جاية على شكل 7 مش زي الرقبة الدائرية بتاعت التيشيرت الأول. كده يبقى فاضل الأهلي إن هو يعلن عن الزي اللي هو التالت بقى. مش عارفين بقى هيبقى إيه. كانوا قالوا إن هو في احتمال يبقى على كلام التسريب، يعني كان في احتمال إن هو يبقى أبيض، بس أعتقد هتبقى مستبعدة. ممكن يبقى برضو الأهلي اللون التالت بتاعه يبقى ذهبي. وده طبعا منطقي اكتر ان هو ماشي على الشعار. لو بتتفرجوا لحد هنا، شكرا ان انتوا بتتفرجوا لحد هنا، ويا ريت تعملوا لايك واشتراك في القناه. وسع احنا الشياطين، حضر الاهل يا بني ادمين، ستنا مسمع يلا للصين.